معانا هالة، وهالة هتقول لنا يعني مين بقى البرج اللي ينفع تسافر معاه، ومين البرج اللي لو سافرت معاه هتشد في شعره. ازيك يا هالة؟ أهلًا يا أسماء، ايه الأخبار؟ الحمد لله عايزين حبيبتي. بقى كده شوية معلومات عن كل برج. ممكن ايه البرج اللي يبقى رفيق السفر؟ صح زي ما أنتِ قُلتِ فعلًا يا أسماء، قُلتِ مقولة صح جدًا، الرفيق قبل الطريق. إحنا معانا دلوقتي الرفيق والطريق، هنشوف مين الرفيق وأنهي أحلى طريق. طب هنبتدي طبعًا الزودياك بيبتدي بمولود الحمل. أحسن رفيق لمولود الحمل في السفر هو برج الدلو. إحنا بنشوف الأبراج دايمًا الدلو ده أحسن رفيق رفيق للحمل للحمل. والقوس، الاتنين، حلو هو قوي. شبه القوس أوي والدلو بيكمّلوا بعض في حاجات كتير، أنا يهمّني أكتر ما يكون حد بيكمّله يكون حد شبهه، لإن إيه، أنتِ عايزة في الرحلة دايمًا حد شبهِك، يعني ما يبقاش هو بيحب الأكل والنوم وأنتِ بتحبي التنطيط فتسيبيه في الأوضة نايم وأنتِ تجري، فلازم نكون شبه بعض في بيحبوا الactivity. ايه هُم الحمل الاتنين، والدلو؟ الحَمَل والدلو الاتنين بيحبوا الحركة، بيحبوا اكتشاف الجديد، بيحبوا المغامرات، ما بيحبوش القيود خالص، فكل ده بيجمعهم ومعاهم القوس كمان، بيحب اكتشاف كل ما هو جديد، بيعشق المغامرات، هتلاقيهم يالّا مع بعض كلنا نروح في الحتة اللي هم بيحددوها. طب ما حلو ياخدش مين؟ قوي. يعني لو خد بقى البرج ده هيشدوا في شعور بعض، هتبقى سفرية الله يرحمها. طبعًا. يهرب من مين؟ يحاول يفلفص منه كده ولو طلب منه يطلع معاه رحلة يرفض، اه السرطان.